ليه حياة حد تنتهي؟ ايه اللي يخلي حد يشتري دواء مجهول المصدر الضامن ليه هو الراجل اللي في التلفزيون؟ ليه موضة التخسيس وأدويته ما بتقفش؟ وايه اللي بيخلي ناس تدور على أدوية التخسيس حتى لو عارفة انها مجهولة المصدر او ما بيفكروش من اساسه في الموضوع بتاع مصدرها ايه؟ ودايما تلاقي ناس كتير بتتفرج على الاعلانات دي وتقعد تسأل نفسها، هو الموضوع يستاهل كل ده؟ أدوية وعمليات جراحية وبالونة تتركب في المعدة ووصفات عند العطار. خلينا ناخد الموضوع من الأول ونشوف إيه أصلا السبب إن في أدوية سحرية زي دي موجودة دايما على طول. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص، فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ في انا سوسته. بص برضه بيقول لي يا تخين كده. ما تحطش يا تخين دي. انت بس اعصاب اسكت انت تخين دي، فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه؟ فتح عشان الشهر الجاي ده كله، ها بالعيد كمان. خلاص بقى خلاص يا اخي. الحكاية مش بتبدأ مع أدوية التخسيس، الحكاية بتبدأ من قبل كده بكتير، من الطفولة. من الطفولة، زي ما بيقولوا كده، من شاب على شيء شاب عليه. أي كلمة جارحة أو موقف صعب في الفترة دي بيسيب أثر فينا، وأثر كبير كمان. وطبعا دور الأهل في الموضوع ده بالذات دور أساسي، خصوصا مع الأطفال البنات، لأن الأهل هم اللي بيزرعوا الأفكار دي في أطفالهم من وهم صغيرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى لو كانت في إطار هزار، زي يا تخينة يا تخين، انت طالعه كده لمين؟ ايه المنظر اللي انت فيه ده؟ هتتجوزي ازاي بمنظرك ده؟ مين اللي هيبص لك وانت كده؟ كل الكلام ده بيفضل موجود في ذاكره الطفل. تخيل طفل بيسمع الكلام ده من اقرب الناس ليه، طبيعي هيلزق في ذاكرته حتى لو ما بانش، وهو في الغالب مش بيبان، بس بيفضل مطبوع في الذاكره بعد ما الطفل بيكبر. فما بالك بقى لو الكلام ده جه من مصدر الحب والامن والامان للطفل، هيبقى تاثيره عامل ازاي؟ طبيعي جدا ان الطفل ده يفضل شايف نفسه بعد كده طول حياته بصورة سلبية، وبرضه يفضل مخبي الإحساس ده، يفضل الإحساس ده مكتوم جواه ومستخبي. والتنمر برضه مصيبة كبيرة، سواء من زمايل الدراسة أو من ناس كبار. الطفل بيحس إن هو مش طبيعي ومختلف عن بقية اللي حواليه. في دراسة عملتها Journal of Adolescent Health سنة 2022 أثبتت إن التنمر بشكل كبير بيزود احتمالية إصابة اضطرابات الأكل عند المراهقين. واضطرابات الأكل دي اللي منها الأكل اللي مش منتظم، اللي بيؤدي بعد كده لزيادة الوزن، بدايته بتكون من التنمر في بعض الحالات. الكلام الجارح تأثيره على البنات ممكن يكون أقوى بكتير فعلا، بيفضل معاهم عايش فترة أطول. في كتابه The Body Keeps the Score دكتور فيسل فان دير كولت بيأكد إن الجسم بيحتفظ بالصدمة اللي احنا بنمر بيها واحنا صغيرين، بتتخزن وتفضل موجودة وبتأثر بعد كده على نظرتنا لنفسنا كمان. الكاتب بيحكي قصص لناس عملت عمليات تجميل كتير علشان يحسوا بتحسن في حالتهم النفسية، لكن وزي ما هو متوقع ده ما بينفعش خالص معاهم، لأن المشكلة ما بتكونش في جسمهم، المشكلة موجودة جواهم. هي مشكلة أصلها نفسي. الصورة بتاعتك اللي أنت بتكونها عن نفسك، أنت بتكونها عن طريق التفاعل بتاعك مع الناس اللي حواليك. هو ده اللي بيديلنا الصورة الذاتية بتاعتنا أو جزء منها. أهلك وأصحابك ومدرستك هم دول اللي إحنا بنتفاعل معاهم في حياتنا، وبيدولنا الصورة اللي إحنا بنشوفها عن نفسنا بعد كده. لو كل اللي حواليك بينتقدك أو بيجرح فيك، طبيعي جدا إن من جوه هتبقى حاسس إن أنت ناقص حاجة أو مش كفاية. دكتور كارول دويك في كتابها مايند سيت بتقول إن طريقة تفكيرك في نفسك ممكن تتغير لو لقيت الدعم والتشجيع المناسبين. الكتاب بيوضح إن التربية الإيجابية أفضل بكتير من النقد المستمر. بدل ما تقول للطفل أنت فاشل، قول له ممكن تتعامل بطريقة تانية، أو أنت بتتعلم حاجة جديدة كل يوم. كتاب سيلف كومباشن لدكتورة كريستين نيف بينصحنا نتعامل مع نفسنا بحب ولطف علشان نقدر نتغلب على الصوت اللي موجود جوانا وبينتقدنا باستمرار، واللي غالبا بيكون نتيجة كلام ناس سمعناه منهم واحنا صغيرين. لازم نقول لنفسنا أنا كويس زي ما أنا، مش لازم أكون مثالي. لازم نركز على صحتنا النفسية والعاطفية، مش بس على شكلنا الخارجي. ونرجع تاني لدور الأهل اللي المفروض يكونوا هم السند والأمان لينا، لكن في بعض الحالات بيكونوا هم المصدر الأساسي للألم وهم مش قاصدين. كلام زي ما تاكلش كتير هتتخن، أو انت عارفة لو خسيتي شوية بس هتبقي أحلى كتير. الكلام اللي زي ده بيوصل للطفل رسالة خطيرة، رسالة فعلا خطيرة، وهي ان قيمته مرتبطة بس بالشكل الخارجي. وده بيخلي تقييمه لنفسه مش على اساس شخصيته، لكن على اساس وزنه بقى قد ايه على الميزان. Journal of Family Psychology سنة 2020 أكدت ان تعليقات الاهل على وزن الطفل بتأثر بصورة مباشرة على صحته النفسية والعاطفية. في كتاب How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Can Talk لآدل فابر وإيلين مازلش، بيقدم نصايح عملية علشان الأهل يعرفوا يتعاملوا مع أولادهم بصورة فعالة وإيجابية.
ويقدروا يشجعوهم ان هم يعبروا عن مشاعرهم من غير خوف. من غير خوف، لان الاولاد ما بيروحوش يقولوا اول باول لاهاليهم كلامك زعلنا او كلامك زعلنا. الحاجات دي بتتراكم جوه الطفل وما بتطلعش مره واحده، ولازم نعرف ان الكلام اللي احنا بنقوله لاطفالنا بيأثر على حياتهم بعد كده حرفيا. وده يجيبنا للموضوع اللي بعد كده، اللي هو السوشيال ميديا وتأثيرها على الاجيال الصغيره والكبيره كمان، لان السوشيال ميديا بقت جزء اساسي من حياتنا كلنا، خصوصا الاجيال الاصغر، لان ليها تأثير سلبي على نظرتهم لنفسهم. الصور المتعدله والفلاتر بتخلي اي حد يحس ان هو مش كفايه. Cyber Psychology, Behavior and Social Networking. دراسة اتعملت سنة 2018 بينت ان قضاء وقت طويل على السوشيال ميديا مش بس بتزود الاكتئاب والقلق، لا دي كمان بتزود مشاعر الغيرة جوه الأطفال. وفي دراسة حديثة اتنشرت سنة 2023 في Journal of Youth and Adolescence بتأكد برضو ان الاستعمال الكتير للسوشيال ميديا بيؤدي لاضطرابات الأكل برضو خصوصا عند البنات. وفي دراسة تانية سنة 2018 برضو بتأكد ان الاكتئاب والصورة الذاتية بتاعتنا عن نفسنا بتتأثر بالسلب لما بنفضل موجودين على السوشيال ميديا لفترات طويلة. يعني الموضوع مش هزار، وده غريب ومش غريب في نفس الوقت، لأن كل الحاجات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا متفبركة. الصور يا إما عليها فلتر يا إما متعدلة، المهم إنها تبان في أفضل طريقة ممكن تبان بيها. وفي دراسة تانية في Journal of Social and Clinical Psychology اتعملت سنة 2022 بتأكد العلاقة بين السوشيال ميديا والقلق والاكتئاب عند الشباب والمراهقين، وكل ده برضه مربوط بالسوشيال ميديا. وفي كتاب The Shallows لدكتور نيكولاس كار بيشرح ازاي التكنولوجيا أثرت على طريقة تفكيرنا وخلتنا نركز أكتر على مقارنة نفسنا بالآخرين، وده بيأثر على تركيزنا ونظرتنا لنفسنا. بقينا بنقضي وقت كتير بنقارن حياتنا بحياة الناس اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، ونسينا تماما ان كل واحد فينا مميز بطريقته. وده يرجعنا لدور الأهل اللي لازم يتعلموا ازاي يعلموا أولادهم يتعاملوا مع السوشيال ميديا، يعني يتكلموا معاهم عن فكرة الصور المزيفة اللي موجودة، يشجعوهم على التفكير النقدي وان هم ما يقارنوش نفسهم بالصور اللي موجودة على الانترنت، ويحددوا اوقات يستعمل فيها الاطفال السوشيال ميديا. ده غير اوقات تانية للديجيتال ديتوكس، يعني فترة بعيد عن السوشيال ميديا تماما والتليفونات، علشان يقللوا الضغط النفسي الناتج عن المقارنات اللي بتحصل طول الوقت بيننا وبين اللي احنا بنشوفه، خصوصا الاطفال اقل من 12 سنة. في كتاب ذا بيوتي ميث لنعومي وولف الكتاب بيوضح ازاي الشركات والاعلانات بتستغل رغباتنا علشان تتحكم فينا وتبيع لنا اللي هي عايزاه حتى لو كان مضر. طيب وازاي نغير الوضع ده؟ ايه هو الحل؟ هل التعليم والتوعية ليهم دور؟ طبعا المدارس ليها دور، لازم تعلم الاطفال ازاي يتقبلوا ويحبوا شكلهم ويطوروا نفسهم كمان. دروس الصحة النفسية والجسدية اللي هي الرياضة الاتنين مهمين جدا، لازم نعلمهم احترام الذات وتقبل الاختلاف، مش بس في الشكل لكن في المواهب وفي القدرات كمان. ويكون في كمان برامج توعية عن مخاطر اضطرابات الأكل وعن الصحة النفسية وأهميتها. ولازم كمان الإعلام يكون له دور، الجمال مش بس نجوم وعرضات أزياء، المفروض وصح إن هو يعرض صور للنجاح الحقيقية اللي من وسط الناس. الإعلام عنده القدرة إن هو يغير الصورة النمطية للجمال اللي موجودة جوانا ويشجعنا على تقبل نفسنا. ودور الأهل إن هم يعلموا أولادهم إزاي يحبوا نفسهم وهم يحبوهم دور في غاية الأهمية، ويساعدوهم ويعملوا تنظيم لاستعمال السوشيال ميديا ويشرحوا لهم مخاطرها. ولازم نكون عارفين ان طلب المساعده لو عندنا مشاكل بسبب السوشيال ميديا ما نترددش في ان احنا نطلبها، وهنلاقي اوتلتس كتير تقدر تساعدنا على ده. توعيه الشباب الصغيرين بمخاطر المقارنات اللي بيعملوها بينهم وبين الناس اللي موجودين على السوشيال ميديا في غاية الأهمية. نعرفهم إن دي صور متعدلة مش حقيقية، وإن إحنا نقدر نعلمهم يشوفوا الصور دي بشكل نقدي، ده شيء في غاية الأهمية. في النهاية مشكلة الوزن وصورتنا الذاتية دي مش مشكلة فردية، ولازم نعرف إن ليها ضحايا كتير، منهم اللي فقدوا حياتهم ومنهم اللي فقدوا صحتهم، سواء من عملية جراحية أو من وصفة سحرية من تحت السلم. الجمال الحقيقي مش بس جمال الشكل، صحتنا النفسية والجسمانية وراحتنا الداخلية هما دول أهم حاجة، ونحاول نلاقي السعادة جوانا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وأشوفكم قريب إن شاء الله. شكرا.